انا هسجل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اسئله السيت بوك المهمه بتاعه الترم الاول او الفصل الدراسي الاول لصف عاشر بشرحها وترجمتها بسرعه جدا. يونت 1، اول حاجه السؤال بيجي لك probiotic drinks are a simple way. انا في السؤال الاول اهو. probiotic drinks are a simple way of improving our immune system. explain. بيقول لك ان المشروبات اللي فيها البكتيريا العضويه زي الزبادو والحاجات دي، عارفه مشروب الزبادي وكده، مهمه لجهازنا المناعي. اشرحي. هنا الإجابة بتاعتنا عايزين إجابة مختصرة تماما. It contains. أبلة طلعت ورديت. تمام يا قلبي. انت سمعتي الجزء اللي انا قلته ولا عدته لا تاني؟ لا. طيب كنت بقول لك ان دي حاجه اسمها اسئله السيت بوك، عليها درجات كتير جدا. الصفحتين دول فيهم ملخص اهم الاسئله بتاعت السيت بوك، فلو انا شرحتهم لك وانت حاولت وبسجل لك الحصه هخليها معاكي. لو انا شرحتهم لك وانت حاولتي تقعدي تحفظي فيهم اليومين دول هتضمني درجه كبيره. انا بسجلهم لك في فيديو، ما انتش محتاجه تكتبي، أوكي. محتاجه تسمعيني وتسمعي الفيديو مره واثنين وثلاثه وتقعدي تحفظي منه. السؤال الاول بيقول probiotic drinks are a simple way of improving our immune system. explain. بيقول ان المشروبات اللي هي فيها البكتيريا النافعه دي مهمه او مفيده لجهازنا المناعي. اشرح. هنا احنا بنحاول ناخد المختصر المفيد، مش هتحفظي كتير. They contain good bacteria which stimulates the digestive process. إنها بها بكتيريا نافعة بتحفز عملية الهضم. هو المفروض تقولي absorb nutrients and neutralize the bad bacteria. هي بتساعد على امتصاص العناصر الغذائية وبتساعد على إن احنا نتخلص من البكتيريا السيئة، بس مش هتقدري تحفظي ده كله، ممكن تحاولي تحفظي السطر الصغير ده. السؤال الثاني، خلي بالك ان الوحده دي برضو وحده مهمه زي الوحده السادسه. الوحده الاولى والسادسه دايما بيركزوا عليهم شويه. هنا the secret of green tea، الشاي الاخضر lies in the fact that it's rich in the antioxidants. discuss. بيقول لك ايه يا فاطمه هنا؟ الترجمه لازم تكوني عارفه معنى السؤال واجابته. بيقول ان الشاي الاخضر مهم واهميته ان هو فيه مضادات للاكسده. نقش ده انتي اوكسيدنتس كان combat diseases. مضادات الأكسدة بتقدر تقاوم الأمراض وبتساعد النظام المناعي وبتخفض الكوليسترول. lower cholesterol improve immune system. بس كفاية كده، ما تقعديش تحفظي أكتر من كده. هنا دارك تشوكلت، الشوكليت الغامقة can be of a great benefit. فيها فايدة كبيرة. إيه فايدة الدارك تشوكليت لجسمنا؟ it helps metabolize sugar and lowers blood pressure. بتساعد إن إحنا نعمل عملية حرق للسكر وبتقلل ضغط الدم عندنا. زي فيجيتيريان لايف ستايل، نظام الغذائي النباتي can lead to health problems. how؟ خلي بالك من اهم الاسئله، قلت لك الوحده مهمه والاسئله بتاعت الوحده دي مهمه، حتى موضوع التعبير بتاعها مزايا وعيوب النظام الغذائي النباتي، ازاي نبقى على اللياقه البدنيه، كل ده هنتكلم عنه دلوقتي. فهنا بيقول لنا النظام الغذائي النباتي اهو ممكن يكون كويس، بس هو ضار بالصحة. ازاي؟ it lacks the RDA of iron, calcium and vitamin B12. يفتقد المعدل اليومي من الحديد والكالسيوم وفيتامين B12. تقدري تقولي it can lead to malnutrition، يؤدي لسوء التغذية، وتقدري تقفي لحد كده وشكرا. الوحدة الأولى هتحفظي الأربع أسئلة دول، شكرا ليكي. الوحدة الثانية mentors play vital role in preparing the promising generations. explain.
المنتورز دول اللي هم المرشدين، بيقول لك ان الناس المرشدين دول بيلعبوا دور هام في اعداد الجيل الواعد او الجيل الجاي، في تجهيز الاجيال القادمه. اشرح الكلام ده. المرشدين هو الشخص اللي بيرشد. بيقول ان المنتورز دول have the chance to mentor selected pupils او collaborant on creative project. هم بيقدروا يرشدوا الناس مثل الطلبه كده هو للمشروعات الايه، المشروعات الابتكاريه المبدعه، وبيقدروا ان هم يحفزوهم ويدوهم ايه، زي تحميس او تحفيز كده. and break down barriers، ويقدروا ان هم يساعدوهم ان هم يتغلبوا على العوائق. انا كل اللي عايزاه منك اهو، بصي، حاسه الاجابه طويله قوي. they can mentor selected pupils or people، بلاش collaborate دي، on creative projects، في المشروعات المبدعه. encourage، بلاش individuals يا ستي، encourage them to break down the barriers، ويقدروا ان هم يشجعوهم. هغيرها لك كده. ويشجعوهم ان هم يتغلبوا على اي ايه، على اي عائق او يكسروا اي عائق قدامهم. بس من اول encourage كده هتحطي دي بعدها. وشكرا لك. What is the main purpose of the UN؟ اليو ان اللي هي انت اكيد سمعتي عنها، يقول لك قوات اليو ان اللي هي الامم المتحده، يقول لك قوات حفظ السلام بتاع. هي ايه الغرض الاساسي من منظمه اليو ان دي؟ ده طبعا اللي عندك في الكتاب، الله اعلم بالغرض الحقيقي. discussing disagreements and agreeing on rules and laws that help the countries to work together. discussing disagreements، مناقشة النزاعات، وكمان agreeing on the laws، والموافقة على القوانين والرولز اللي بتساعد الدول to work together، إنها تعمل مع بعضها البعض. ممكن تقولي أنا شايفة اللي أسهل من كده حل نزاعات، حل نزاعات، وبيحاولوا ان هم بيساعدوا بيحطوا القوانين اللي بتساعد البلاد تعيش في سلام. هي ده دور الايه، الامم المتحده. حاولي تحفظي على قد ما تقدري، على قد ما تقدري تحفظي اسئله الست بوك لان عليها درجات كتيره. Kuwait has done a lot of further the culture of peace. الكويت عملت كتير قوي لنشر ثقافه السلام. طيب الكويت اشرحي، ديسكس، ناقشي اللي هو ايه دور الكويت في نشر ثقافه السلام. هنا بنقول organizing international conferences. هي كانت الكويت بتعمل مؤتمرات عالمية عشان تنمي وعي الناس من خلال الايه، السيمينارات. احنا بنقول واحدة واحدة كده، خدي بالراحة. organizing international conferences، raising aware and raising awareness. بس انا بتكلم بصي في ان انت مش حافظه، هو المفروض ان انا حافظه ده كله بتاع، انا مش بحرضك انك ما تحفظيش، بس بحاول ان انا اجيب الاختصار. طيب هنكبشر دي كده، كبشريها. شفتها بقى. طبعا اوريدي انا بسجل لك فيديو وهنزله، فحاولي ان الفيديو ده يبقى يعني كاني قاعده معاكي تاني بكره، انت تفتحيه مع نفسك. شكرا بلا. الوحده الثالثه والرابعه. بصي والحمد لله ان شاء الله نمشي بسرعه كده.
نعدي على جزء من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. الوحدة الثالثة يونت 3 بتبدأ بالسؤال what are the advantages of building new airport in an area. وعلى فكرة دي بتيجي برضو موضوع رايتنج مهم وتشاف كتير. بناء المطارات، ايه هي مزايا بناء مطار في اي منطقة؟ وهنا هنحط سببين. انت لو اتحط مطار عندك هيعمل ايه؟ اول حاجه هيساعدني ان اوصل البلاد التانيه بسهوله. تاني حاجه هيغذي الاقتصاد، مطار يعني فلوس داخله. يبقى flourishing economy، الصغنونه دي flourishing economy، انعاش الاقتصاد. reaching to other countries او other areas او neighboring areas in short time، اوصل للبلاد المجاوره في وقت قليل. هو انا ببني مطار هعمل فيه ايه؟ هعالج فيه المرضى؟ لا، هيساعد الاقتصاد، هينعش الاقتصاد flourishing economy وريتشنج ايه ذا neighboring areas in short time. طيب بعد كده رقم 9 بيقول لك what are the disadvantages of building a new airport. ودايما ادق اقول لما تلاقي سؤال فيه مزايا وعيوب اعرف ان ده يجي لك موضوع تعبير على طول، فلازم احفظه عشان اعرف اكتب بيه موضوع التعبير. مساله السيت بوك دي انت عارفه بتيجي ازاي ولا لا يا فاطمه؟ لا لا، ما أعرف. طيب يا حبيبتي، بيجي يسالك السؤال اللي انا بترجمه لك ده، وانت المفروض حافظه الاجابه اللي معلمانك عليها تيجي بنترجم فيها، تيجي حطها له. او بتيجي هو يسالك السؤال ويجيب لك 3 اجابات منهم اجابه واحده صح. لازم تكوني حافظه الاجابه الصح تختاريها، يا انت بتكتبيها بايدك يا بتختاري. طيب يا حبيبي، بعد كده نسيت اقول لك حاجه ثانيه. والسيت بوك مهم بالنسبه لك، لما بتحفظي بتعرفي تحلي بيه يا بابا موضوع التعبير. يعني الموضوع التعبير بيجي من السيت بوك ده، هكتبه ازاي؟ What are the disadvantages of building new airports in an area. عيوب بناء المطار. احنا قلنا المزايا بينعش الاقتصاد ونوصل للجيران بسرعه. عيوبه schools will be badly affected, it causes unwelcomed influx of traffic. المدارس، هو مش المدارس بس، يعني everything بتتأثر بشكل سيء. ليه؟ لأنه بيعمل زي ازدحام سيء في المطار، الترافيك اللي هو اسمه ايه بالعربي؟ المرور. دايما حوالين المطارات المرور مش بيبقى سهل أبدا. طيب هنا بقى في مرة جه موضوع عن 360 degree وقال it's described as monumental. يعني ده يعتبر زي ايه؟ شيء اثري. هو ايه ده؟ قال والله ده فيه contains copious shops، في محلات copious، و it contains the largest cinema، وفي اكبر سينما complex، تجمع سينما، and it's a place for relaxing activity، وفي مجال للأنشطة اللي بتاعت الريلاكسنج، أنشطة الراحة. يبقى لما يقول 360 degree Kuwait is described as monumental، explain ايه مدى اهميته يعني، وصفوه ان هو monumental ليه؟ تقولي it has copious shops، it has great shops يا ستي، it has wonderful shops، الكلمة اللي تعرف تكتبيها. the largest cinema complex، في the large أكبر تجمع سينما. it's a place of relaxing activities، هو مكان للأنشطة المريحة اللي أقدر أعملها for relaxing. how the 360 Kuwait educational، إزاي هو مكان تعليمي؟ طب أنت بتقولي مكان ترفيهي، إزاي تعليمي؟ حلو قوي. بيقول هناك في حاجة اسمها the family center. the family center ده بقى
uses the latest edutainment technology and instructs children and teens. بيقول في حاجة هناك اسمها the family center، مركز الأسرة. إيه مركز الأسرة؟ قال it uses the latest in edutainment technology، في آخر حاجة من التكنولوجيا التعليمية educatement أو educational أو edutainment technology، كل ده تكنولوجيا تعليمية. and it instructs children، وهو بيعمل instruction للchildren اللي هو بيدي تعليمات للأطفال والمراهقين، بيعلم الأطفال والمراهقين، عشان كده هو مكان تعليمي. طب يونت 4 خلاص، فاضل يونتين 2. بيقول لنا what are the possible bad effects of playing computer games. انت تعرفي الكمبيوتر جيمز، العاب الكمبيوتر، بيقول لك ايه الباد افكتس بتاعتها، الاثار السيئه لان انا العب كمبيوتر جيمز. اهي الطبيعي لما بتقعدي تلعبي كمبيوتر جيمز كده، مامتك تقعد تقول لك ايه الالعاب دي وحشه، هتضيع عينيكي، هتضيعي صحتك، هتعلمك العدوانيه، صح كده؟ حلو قوي. causing bad at sight، بتسبب النظر يضعف. making children aggressive، بتخلي الاطفال عنيفين. idle and out of shape، بتخلينا جسمنا مش في الشيب، قاعد طول الوقت بطخن. طيب playing computer games may have good effects، يبقى الله، يبقى ده الموضوع اللي اتوقعه، ان يقول لك قارن بين مزايا وعيوب الكمبيوتر جيمز، يبقى ده يجي لي موضوع تعبير، يجي لي موضوع تعبير. ايه مزاياها بقى؟ developing imagination and making children highly technological، بتساعد في تنمية خيال الأطفال وتخليهم متعودين على التكنولوجيا، متعودين على التكنولوجيا، مش حاجة غريبة عليهم، اللي هو مواكبين العصر. How will computer games be different in the future؟ computer games هتبقى مختلفة ازاي في المستقبل؟ they will become more realistic، هتبقى واقعية أكتر. ألعاب الكمبيوتر هتبقى واقعية أكتر. naturalistic، هي naturalistic هي طبيعية واقعية. and complicated ومعقدة. حقيقية، واقعية، ومعقدة. كبشري. آسفة بلا طلعت. معلش حبيبي، يونت 5 ده مهم خالص خالص، البارالمبيكس ده، يا خوفي من البارالمبيكس ده. طيب the Paralympics have opened a window for disabled and to socialize. explain. ايه البارالمبيكس دي؟ البارالمبيكس دي الالعاب الاولمبيه لذوي الاحتياجات الخاصه. عارفه اللي بيلعب سباحه وهو مثلا عنده اعاقه في رجله، او السباق وهو أيوة، عنده، والكرة. هي دي اسمها البارالمبيكس. بيقول لك البارالمبيكس دي فتحت شباك للي بيعانوا من الاعاقات ان هم يختلطوا بالمجتمع. اشرحي. اول حاجه قالت زي help rehabilitate patients، بتساعد في اعاده تاهيل المرضى، زي give them confidence، وبتديهم الثقه and the chance to respect their country to represent their countries، بتديهم فرصه ان هم يمثلوا بلادهم، مش هم نكره بقى قاعدين ما لهمش لازمه، لا، ده بتخليهم انت قادر ان انت تبقى واثق في نفسك وتمثل بلادك وتبقى مهم. All athletes should enjoy certain skills regardless of their abilities. كل الرياضيين، ايه يا حبيبتي؟
كل الرياضيين لازم يبقى عندهم مهارات معينة بغض النظر عن قدراتهم. ناقشي ايه المهارات، قصدي اقول لك ايه المهارات اللي المفروض تبقى عند الشخص الرياضي. patience الصبر، sacrifice التضحية، and self discipline ضبط الايه، ضبط النفس، ما يكونش عصبي قليل الادب يتعدى على غيره، لان الرياضة عصبية ومكسب وخسارة. دي كده بيقول لنا how can psychological factors affect athletes. ازاي الابعاد او العناصر او الاشياء النفسيه تاثر على الرياضيين. واحد رياضي مهم عنده جسمه، ازاي البعد النفسي ياثر عليه يعني. هنا بقى بيقول لنا حلو قوي. There are the mental factors that help or prevent sports people from performing well. هناك العديد من العناصر العقلية. mental دي يعني عقلية، ممكن تمنع أو تشجع الناس الرياضيين إن هم يأدوا كويس. في عناصر نفسية وعقلية، منها إنها تمنع أو تشجع، يعني يا كده يا كده. النفسية بتاعته تخليه يا يتشجع يلعب كويس يا يتمنع إنه يلعب كويس لو نفسيته مش كويسة. Kuwait has set an example for caring for disabled. Explain. الكويت هي عملت من نفسها نموذج يحتذى به بالاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين. اشرحي الكويت عملت إيه للمعاقين. معلم السؤال أهو. مستشفيات بالاحتياجات الخاصة. لا نوادي، أماكن خاصة. نعم، بيقول إن هي كانت أول بلد في منطقة الخليج إن هي تطور معدات رياضية وتطور أسفة نادي رياضي مجهز بمعدات رياضية لمتحدي الإعاقة. أول بلد في الخليج تعمل نادي مخصوص مجهز كويس جدا بمعدات لمتحدي الإعاقة. It was the first country in the Gulf area to develop an equipped sports club for the disabled. لو عايزة تقف لحد هنا بس، شكرا. عايزة تقولي بقى contributes to the physical, psychological and social rehabilitation، وده بيساعد في إعادة تأهيلهم العقلية والنفسية والاجتماعية. أوكي، بس إحنا رزقين ما تحفظيش ده كله، احفظي سطر بس. الجهرة بولز يونت 6 خلاص آخر يونت. الجهرة بولز ناتشورال ريزيرف، محمية طبيعية بتاعة الجهرة بولز دي isn't only famous for its fauna but its flora as well. Explain. يعني هي كمان مشهورة بالحياة النباتية اللي فيها. طب اشرح لنا كده لو سمحتي. فبيقول it has more than 22 recorded species of birds and it includes a wide variety of vegetation. يعني مش بس فيها أكتر من 220 فصيلة من الطيور في المحمية الطبيعية دي، فطبعا تعتبر غنية جدا. 220 فصيلة من الطيور، لا ده فيها تنوع من الايه، الفيجيتيشن، من الخضروات المزروعات. عشان كده قال فلورا، النباتات، مش بس الفونة حيوانات، لا نباتات. Why is it important for communities to protect wildlife؟ هو ليه مهم؟ وعلى فكرة برضو السؤال ده مهم خالص. ليه مهم ان احنا نحافظ على الحياة البرية؟ تلهمنا في ايه الحياة البرية؟ نحافظ على بيوتنا احسن؟ لا، قال لك اول حاجة to keep the balance on earth، بحافظ على التوازن في الارض. It's a part of our heritage، وانها كمان جزء من heritage، تراثنا، ثقافتنا، حضارتنا. What are the most dangerous threats that face animals؟ ايه اخطر التهديدات اللي بتواجه الحيوانات؟ illegal hunting، الصيد الجائر او الغير قانوني. pollution، التلوث.
and destroying their habitats وتدمير موطنهم. دول كده الأسئلة بتاعة الست وحدات، هتلاقيهم في فيديو مترجمين ومشروحين، وهحاول إن أنا أروح لو بعتيلي أي حاجة على الرقم اللي هو اللي قلت لك عليه 010. يما وانت حسيت الإنجليزي بطلت والله لو حد يفهم الإنجليزي عشان نقدر نجرب سلعة مش معايا دلوقتي الجروب يا قلبي. ماما ما بعتتليش أي حاجة على 010. يا عمري أنا معلق شوي الموبايل ما يعني خربان شوي، فأنا قاعدة أواصل بموبايل فاطمة، فأنا بس ولا ما يهمك. الحصة بعد أنا الحصة وراح. أنا يا حبيبتي هبعته على الجروب، كده كده هبعت لهم الفيديو، وإن شاء الله أما أخلص أبعت لك كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا أعوذ اسمع على هذا الرقم لأن هذاك شوي معلق، شوي بالله. يبي تصليح. ولا يهمك. معلش هو بيجي ساعة ما الواحد يحتاجه كده وما يلاقيهوش. ثانية واحدة. بسم الله. تمام كده نرجع تاني. ده كان جزء كبير زي ما قلت لك. أسئلة السيت بوك عليها درجات كبيرة. لو حفظتي الصفحتين دول انت انقذتي درجات كتيرة من عندك. صفحتين الكلمات انقذتي جزء اكبر، لان الكلمات بتساعدك على حل جزء الكلمات، وبتساعدك على الترجمة، وبتساعدك في حل موضوع التعبير بتاعك. يعني حتى الجرامر بتلاقي داخل فيه الكلمات. طيب تعالي بقى هنا هنفتح نفتح البنك، عشان انت قلتي عايزة تعرفي طريقة الامتحان على طول. في حاجة بتجيلك اسمها سامر وعليها برضو درجات كتير. بنك صف 10. بيفكريني ابعت لك الماتيريال دي كلها. البنك صف 10 محلول، تقعدي تبصي فيه برضو. 10 يلا الله يهديك. ده اسمه بنك الأسئلة اللي بيجي منه الامتحان. المفترض ان انت مخلصة وحداتك. يعني انا الولاد معايا نحمد ربنا مخلصين الوحدات ومراجعين عليها وحدة وحدة، وابتدينا نحل في البنك. اعتقد وصلنا للوحدة الرابعة او كده. طبعا اللي امتحنوا زي صف 11 كده خلصوا الوحدات كلها. صف 12 فاضل لهم وحدة. صف 10 هم اللي فاضل لهم بتاع وحدتين. بيبدأ يتكلم معاكي البنك او في الامتحان. اول جزء في الكلمات، بعدين في القطعة، في القواعد، في حاجة اسمها سمري. ده اللي انا بدور عليها دلوقتي عشان تلمي درجات من ما فيش. انا بحاول اساعدك تلمي درجات من ما فيش. بيجي لك سؤال في الامتحان اسمه اسمه سمري. اسمه سمر سمري. ده لا محتاجه احفظ له ولا اعمل له. انا محتاجه اكون ذكيه بس وابص في السؤال كويس. السمري ده ما تلاقي كلمه اهي. بصي اسمها سمري ميكنج اهي. احفظي الكلمه دي. معناها انا عايزك تعملي لي ملخص. تمسكي القطعه دي تلخصيها in 4 sentences، في 4 جمل. 4 جمل. نقطه، 2، 3، 4. لو حطيتي الجمله الخامسه بالسلامه غلط. افهمي الكلام اللي بقوله لك كويس ومتسجل لك في فيديو. السمري يعني ايه؟ يعني 4 جمل بس. هاخد ده اعمله في 4 جمل. خطوه رقم 1 عشان اعمل السمري. اجري ابص على السؤال ده. السمري بيجي جايب لك قطعه كده وتحتها تحتها سؤال. تجري تبصي فين؟ تبصي على السؤال. واشيل وات
وR. هنا بيقول the effects of playing computer games on young people. يا سبحان الله، ربنا زي ما يكون بيرشدنا. انا كنت لسه بقول لك طالما جايب مزايا الالعاب وعيوب الالعاب، يبقى ممكن يجيب لك موضوع عن الالعاب، موضوع بقى رايتنج، تعبير، قطعه سمري. راح جايب قطعه السمري في وشي عن الالعاب، يمكن اشاره من ربنا. طيب the effects of playing computer games on young people. ايه اثار لعب الكمبيوتر جيمز على young people؟ تاخدي دي تشيلي اول كلمتين، وتاخدي دي زي ما هي كده، وتقومي جايه كاتباها هنا. بس بدل ما تقولي زي effects تقولي زير ما عرفتيش يا ستي حطها زي ما هي، شكرا ليكي. وتقومي جايه حاولي ان انت تلاقي 4 جمل يكونوا اجابه على السؤال ده. Playing computer games has various effects on young people. في آثار كتيرة على الصغيرين. It has good as well as bad effects. في آثار جيدة وآثار سيئة. Playing computer games can develop children's imagination. يبقى أول حاجة can develop playing computer games can develop الايماجينيشن، بيقدر ينمي الخيال. عرفت ان دي اول effect. the effects of playing computer games on young people. It can develop او playing computer games can develop children's imagination. لو انا هعرف اترجم كويس يا ستي ما تاخديش دي وابدأي بدي على طول. واهي تبقى دي الجمله الاولى بتاعتي رقم 1. playing computer games can develop children imagination. بيقدر يساعد في تطور الخيال الاطفال. طيب imagination is an essential activity. انه نشاط اساسي. modern computer games الالعاب الكمبيوتر الحديثه used in gyms اللي بتستخدم في الجيمز can make them healthier. الكمبيوتر جيمز الحديثة اللي بتستخدم في الجيم ممكن تخليهم healthier and fitter. يبقى دي ميزة تانية، بيستخدموا ألعاب كمبيوتر تخليهم في الجيم تخليهم healthier and fitter. هو من المفترض ان احنا كمتدربين كويس بنغير كلمات ونحط مولوفر وبيسايدز وفاينالي، بس انت جايه في زنقه ما اقدرش اقول لك اعملي كده. كل اللي اقدر اقوله لك دوري على الاجابه للسؤال ده 1 2 3 4 وخديها حطيها زي قدرتي تغيري لك كلمه ولا كلمتين في النص خير وبركه. ما قدرتي قبل الجمله الاخيره تيجي بادئاها بفاينالي كده هوت وبعديها كومه وكاتبه الجمله خير وبركه. ما قدرتيش لمي درجات زي ما بقول لك كده، دوري ادي السؤال شيلي الوات ار ذا افكتس اوف بلاين كذا كذا كذا. عايزه تنقليها زي ما هي وتحطيها هنا، انقليها زي ما هي وحطيها هنا هوت. مش عايزه تاخدي الجمله الاولى بس تبقي واثقه ان هي دي الاجابه. لا مش واثقه، لا يا اختي انقلي لي دي تلمي لي بيها اي درجه. طيب هنا that's why gyms include games in their programs. ده اللي بيخلي الجيم اللي هو المركز الرياضي ده فيه جيمز في البروجرام بتاعه. also the new type of joysticks. النوع الجديد من الجويستيك اللي بتلعبوا بيها دي اظن انت فاهماها، انا ما بفهمش في الحاجات بتاعت الالعاب دي. used in games اللي بتستخدم في الجيمز can improve the level of fitness and building their muscles. الجويستيكس اللي بيستخدموها في الجيمز دي بتساعدهم ان هم يبنوا عضلات. انا شايفه ان دي بقيه الجيم هخليها على جنب. بيسايدز، طالما بيسايدز دي يبقى في جمله جديده بقى دي رقم 3. اخدها كده اهو واحطها زي ما هي. الجمله الثالثه دي الجمله الاولى، دي الجمله الثانيه ودي الجمله الثالثه. لما تلاقي besides also moreover above all اعرف ان دي الجمله الرابعه. يلا اخدها زي ما هي واحطها هنا. نقلت من فوق حطيت تحت 4 جمل كده بس بذكاء، جبتها بذكاء، ضمنت درجه كبيره مش شويه. ماشي يا بابا؟ يلا. بس خلي بالك بيقول لك انك تعملي كوبي ذا هول باراجراف 0. شايفه؟ يعني ما تاخديهوش تنقليه زي ما هو. exceeding the number of sentences هينقصك 5 درجات. يعني هو قال 4 درجات يعني 4 درجات. زودتي جمله نقصتي 5، زودتي جملتين نقصتي 10. شوفي اللي انا قلته في الاول 4 يعني 4 نقطه 2 3 4. هم 4 انقلهم من فوق احطهم تحت اجيب الدرجه دي. طيب هنا above all modern multiplayer games
الجيمز اللي فيها مالتي بلاير، اللي فيها اكتر من لاعب، الحديثه offer the possibility of interaction and chatting with each other. يبقى دي الايه، الحاجه الرابعه، ان الالعاب اللي فيها مالتي بلاير دي فيها اكتر من لاعب بتدي فرصه للتشاتنج وان احنا interaction نتفاعل مع بعضنا. عرفتي ده سؤال ايه؟ اسمه سؤال ايه؟ السمري. يعني ايه سؤال السمري؟ يعني ملخص. باخد قطعه زي دي اعملها في 4 جمل. او طب عايزه اجيبه كبشري، ها، عايزه اجيبه منين؟ انا اعمل ايه انا؟ ولا حاجه. هتيجي قاريه اول ما تخشي في السمري، دوري 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 على كلمه سمري، لقيتيه اجري على فين؟ على السؤال. حاولي تفهمي السؤال باي شكل. تشيلي ده وده. the effects of playing computer games. Computer games has various effects on people. It has good and bad effects. Playing computer games بيعمل كذا كذا، الجملة رقم 1. دب الجملة رقم 1. وبيعمل ايه في الجيم؟ الجملة الفايدة رقم 2 اهو برقم 2. بيساعد فين. besides يبقى دي حاجة جديدة. most computer فيها provide information ومش عارفة ايه، يبقى دي رقم 3. هنا بيدينا فرصة للتشات وما اعرفش ايه، يبقى دي رقم 4. اخدهم اكسب الدرجة دي. حلوة ولا وحشة دي؟ سهلة ولا صعبة؟ حلوة أبلة. طيب فهمتي السمري؟ ممكن ألم بيه درجات يلا. ازاي؟ الترجمة لو مش حافظة كلمات مش يعني، لا اقدر اقوله لك. انا هبعت لك البنك دلوقتي تحفظي الترجمة اللي فيه، هقول لك ايه. بس انت بتقولي مش هقدر احفظ. طيب تعالي هقول لك على حاجة تانية قبل الترجمة. ماما كانت بتقول لي وريها كده في القطعة نحل ازاي بحيث ألم أي درجة في القطعة. تعالي على قد ما أقدر يعني هحاول معاكي. بتيجي للقطعة وتاخدي بالك دايما من أول سطر في كل باراجراف. أول سطر فين؟ هو دي الطريقة الصحيحة للقراءة. في كل إيه؟ في كل باراجراف. أدي باراجراف، أنت عارفة الباراجراف ولا لأ؟ يلا. طب يا حبيبي، اجي ايه اخد بالي اول سطر في كل باراجراف، اول سطر في كل باراجراف. واجي ايه بابا اقراه كويس جدا. هفهم القطعه بتقول ايه، يعني حتى لو ما فهمتش الحوار اللي في النص ده، لو فهمت اول سطر في كل باراجراف هفهم الدنيا فيها ايه. اول سطر هنا بيقول لنا normal life never stays normal for long. الحياة الطبيعية العادية ما بتفضلش عادية دايما. simply because it's full of stress. لأنها مليانة بالضغط. stress is often described as a feeling of being overloaded. الاسترس ده عبارة عن بيوصف ان هو احساس ان انا ببقى معبي. overloading ده معبي، بشيل كتير. اجري انا هقرا مش هقرا. when we face stressful events، هنا بيتكلم عن لما نواجه موقف stressful، ضاغط، بيسبب الضغط، موقف شديد. our bodies respond by activating the nervous system. اجسامنا بترد بان هي تحفز النظام العصبي بتاعنا. يبقى هنا بيتكلم عن رد فعل جسمنا لما بنتعصب. خليكي ناصحه، عشان لما يقول لك ده بيتكلم عن ايه، ده بيتكلم عن ايه، بيجي منين؟ من اول سطر. While these changes help people try to meet challenges and effects of the stressful situations, they can cause negative physical and psychological symptoms if stress is not controlled. بيقول بقى لما الناس دي بتحاول ان هي تواجه التحديات واثار الضغط عليها، ممكن يواجهوا اعراض سايكولوجيكال نفسيه، وفيزيكال جسديه. يعني مش هقول لك ما تزعليش عشان جسمك ونفسيتك بتتاثر لو ما اتحكمتيش في غضبك او ايه او الضغط اللي انت فيه. طيب حلو، انا مش هقرا، انا هروح على السطر الاول من كل قسم. هنا learning to handle stress، ان اتعلم ازاي اهندل الاسترس، اهندله. احنا بنقول بالعربي هندل الموضوع ده. حاولي تهندليه. يعني ايه تهندليه بالعربي كده؟ اللي هو يتواكب معاه، يتعامل معاه. ان healthy ways ان احنا نهندل الاسترس ده او الغضب او الضغط بطرق صحيه is very important. انه لشيء هام جدا. fortunately، لحسن الحظ، it's easy to learn simple techniques. تتعلم تقنيات. يبقى هنا هيقول التقنيات اللي اعملها عشان اتحكم في الضغط اللي بيواجهني. طيب اول حاجه عملت ايه يا استاذه؟ قريت اول سطر من كل ايه، من كل قطعه. فهمتي؟ فهمت.
تاني حاجة اجري ادور على الكلمتين اللي حاطط تحتهم سطر، بيجيب لي ضمير ويقول لي عايد على مين، ويجيب لي كلمة ويقول لي معناها يعكسها. This include recognize the cause of stress. recognize يدرك أو يتعرف على. أحاول أجيب معنى الكلمة بأي شكل، أشوف معنى الجملة كامل، أشوف سياق القطعة، أخمن، أحاول. بيقول إن التكنيكس دي أحاول إني أتعرف على أسباب الضغط. طيب زي أعرف منين إن كان ال اللهم صل عليك يا نبي الضمير ده عايد على مين؟ قال ترجعي للجملة اللي قبل منها، الفاعل في الجملة اللي قبل منها هو اللي عايد عليه الضمير ده. هنا الفاعل فين يا أستاذة؟ why these changes، هذه التغييرات. فزي دي تبقى عايدة على مين يا أستاذة؟ these changes. تاني يجيب لك ضمير ويقول لك الضمير ده عايد على مين. أقوم راجعة فين؟ الجملة اللي قبل منها. اعمل ايه؟ ارجع للجمله اللي قبل منها، الفاعل بتاع الجمله اللي قبل منها هو اللي راجع عليه الضمير ده. احمد is a good boy، قفلت الجمله. he helps me، يبقى هي عايده على مين؟ تاني، فاطمه is a good girl، she is cute، يبقى she عايده على مين؟ فاطمة. بس هنا بيقول التغييرات هم بيسببوا كذا، يبقى عايده. يبقى انا بيجيب لي جملتين ورا بعض، ويجي في الجمله دي يقول لك الضمير ده عايد على مين؟ عايد على مين؟ عايد على الجمله اللي قبل منها يا حبيبي. اجري على الجمله اللي قبل منها يبقى الضمير ده عايد عليها. فهمتي يا بنتي؟ فهمتي اجيبه يلا. ازاي؟ طيب لو جه قال لك اول سؤال بقى في القطعه، تعالي نهندل شوفي هنهندل اهي، تعالي نهندل حل القطعه ازاي الم منه درجات يا بابا. اول حاجه دايما يجي يقول لك the best title of the passage، يا ريت يقول the best title، احسن عنوان للقطعه. ساعات يجي بقى يغلس عليكي ويقول لك the main idea of paragraph number 2، the main idea of paragraph number 3. عارفه يعني ايه؟ يعني يقول لك الفكره الرئيسيه للباراجراف رقم 2. اقوم انا قاعده 1 2 واقوم جايه قاريه السطر ده اهو، وهو يبقى الحل. تاني اجي اقول لك مدخل البيت ده منين؟ تقولي من بابه. ادي بيتكم وادي بابكم. مدخل البيت ده منين؟ من هنا؟ من هنا ولا منين؟ والباب. من بابه. طيب الباراجراف ده فكرته الرئيسية فين؟ مدخله منين؟ من بابه. يبقى لما يقول لي الفكرة الرئيسية بتاعت الباراجراف الثاني، بتاعت الباراجراف الثالث، بتاعت الباراجراف الدشليون، ها، اقوم اول سطر هو ده الفكرة الرئيسية. فهمتي؟ من بابه. يلا. لو قال لك العنوان عامة، اروح على الباب فوق، وهو هنا هلاقي العنوان. عرفتي؟ فهمتي؟ مصحصحة معايا؟ يلا. يلا نجري. هنا بيقول لنا ايه يا طماطم؟ انا عايز التايتل بتاع القطعه دي The Change of Stress. طبعا احنا ايه ما قريناش كويس القطعه، بس هنخمن. The stressful events, the body reaction of stress، ولا the symptoms and solutions of stress. هو مختار هنا اعراض وحلول الاسترس. تعالي نشوف هنا لحد هنا بابه ما اظهرش شيء. باب الباراجراف بتاعك عشان انت، او باب القطعه بتاعتك عشان انت صف عاشر فالقطعه كبيره، ممكن ما يكونش اول سطر طالما قال التايتل، ممكن يكون اول باراجراف بحاله. هو بيقول sometimes positive، بيكون الاسترس ده ممكن يكون ايجابي، و to get a task finished، انك تاخد مهمه وتنهيها perform well، but stress can also be harmful، وكمان ممكن يكون ايه، يكون سيء وضار. وبعدين بيقول لنا لما بنبقى become over stressed، لما بنبقى مضغوطين قوي and it interferes with our ability to get on with our normal life، بيخلينا مش قادرين ان احنا ايه نواكب الحياة بتاعتنا. راح جاي هنا قال لنا
في stressful event bodies respond. ادي الاعراض بتاعت جسمنا يا راجل. طب هنا change people challenges affect stressful situations. ودي الاثار، يبقى الاعراض والاثار بتاعت ايه؟ بتاعت الضغط علينا. يبقى اول سطر من هنا، اول سطر من هنا، اول سطر من هنا، حللي الاعراض والاثار بتاعت الضغط. هي شويه بتبقى صعبه شويه شويه، بس اروح افضل اخبط على الباب ده والباب ده لغايه لما اجيب ايه. يعني بقول لهم ايه دايما في الجروبس: ايدك الكريمه ما تحطهاش وتعمل كده الا لما تقرا كويس وتراجع وتسمي وتستخير ربنا وتقرا الفاتحه وتقول يا رب ويا معين ويد الله قبل يدي. ده يعني لو انت ايه مش عارف خالص، ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى معاك. اللي كنا عايز كنا فوق قلنا يدرك او يتعرف على، يتعرف يعرف. نو زي قلنا زي دي بنجيبها ازاي؟ نرجع للجملة اللي قبل منها وهي كانت changes. In paragraph 2 أو according to paragraph number 2 what is the effects of stress on our bodies. يبقى أول ما يقول كده طبعا مش هطلع أقرأ، أنا بس بديكي مثال تحل ازاي. يعني ممكن بقى لو بكرة إن شاء الله نقرأ بقى القطعة نفسها وكده، بس إيه أنا بوريكي بنعمل إيه. قال لي paragraph number 2 يبقى أجري 1 2. طب عايز إيه من paragraph number 2 يا عم الحاج؟ قال انا عايز الافكت اوف ستريس اون بوديز، اثر الزعل او الضغط على اجسامنا. لا بلا اقوم جايبه كلمه affect on bodies. affect اهي our bodies respond by activating the nervous system، انه بيحفز النيرفس سيستم النظام العصبي بتاعنا، الجهاز العصبي بتاعنا and releasing hormones، وبيفرز هرمونات and ادرينالين لا وكورتيزول اسفه وادرينال جلاندز. طيب ماشي شكرا عرفت. اروح ادور بقى على حاجه شبه makes our bodies release hormones. هو اختار هنا بيقول decrease كورتيزول in our bodies. ازاي ده؟ قال بنفرز كورتيزول helps us react slowly and effectively. بيساعدنا نرد فعل ببطء. انت لما بتضغطي بتردي بتبقي بارده كده اهو ولا بتبقى عصبيه؟ ده بيحفز الجهاز العصبي بعصبيه. it raises our heartbeat and lower our blood pressure. هو بيعلي ضربات القلب بس ما بيوطيش الضغط. لما بتزعلي اللي بيزعل ضغطه بيعلى ولا بيوطى؟ ضغطه بيعلى بالعقل يعني. يبقى ازاي لور؟ مش عارفه كلمه لور جايه من لو، من لو تحت. ولا بزعل ضغط الدم بيقل؟ لا. which of the following statements is not true. ايه اللي غلط هنا؟ هو اختار قال stress. طبعا هنا في السؤال زي ده لازم بكون قارياهم الاربعه وترجمهم، وده انا مش عارفه طبعا مولك يعني. يعني ده مش سؤال الم بيه ده الم بيه درجه، ده الم بيه درجه، ده ممكن يمشي الحال معايا، ده اطلع ادور عليه فوق اجيبه. حاولي هنا برضو انك تطلعي فوق، تطلعي في القطعة طالما الحاجة موجودة قدامي يبقى من السهل دعبس فيها. The nervous system is activated in stressful events. لما بتبقى في events احداث فيها ضغط النظام العصبي بتاعنا بيتحرك. ادرينالين lower metabolism in stressful situation. الادرينالين معروف انه يعلي الحرق مش يقلله. حتى يقول لك بتتفرج على فيلم رعب جسمك بيحرق. The heart is responsible for controlling the adrenal glands. القلب مسؤول عن التحكم في الادرينال جلاندز. هو كان لسه قايل كده في الباراجراف بس طبعا مش اي حد يعني ايه، دي صعبه نوصلها شويه. يعني معاكي انك تقولي لا صعبه. stress activates the nervous system، هو كان قايلها. الغضب بيحرك الجهاز العصبي. بس في حاجه بقى to release the necessary hormones ولا to release any hormones بقى. يعني انت لما بتتعصبي جسمك بيفرز الهرمونات المظبوطه ولا بيلخبط هرموناته؟ يقول لك ده من زعله هرموناته اتلخبطت يبقى necessary. الهرمونات الضروريه لا، ده الهرمونات المش ضروريه. what is the author's purpose of writing. هنا بقى بيجي لك دايما غرض الكاتب من كتابة هذا الموضوع. غرض الكاتب، غرض الكاتب بيبقى أشبه ما يكون بالعنوان، أشبه ما يكون بأول سطر. يعني هو كاتب ده ليه؟
بيقول لنا to inform readers about types of stress، انواع الغضب. هو ما قالش انواع الغضب خالص، هو قال اثاره و والاعراض. to teach readers how bodies release hormones. هو عمل القطعة دي كلها عشان يقول لنا الهرمونات بتتفرز ازاي. ما حصلش. طيب to show readers the effects of stress on our blood pressure. آثار الضغط على على ضغط الدم بتاعنا. يا سلام، هو عامل القطعة دي كلها عشان يقول لنا آثار الضغط على ضغط الدم. يا ضغطك هيعلى. لا، هو قال أعراض وآثار التعرض لضغط. to tell the readers about stress effect and the way to control it. ايوه بقى، انا لما قريت اول سطر هنا الضغط، اول سطر هنا اعراضه، اول سطر هنا اثاره، اول سطر هنا ازاي نتحكم فيه، يبقى هو ده غرض الكاتب. اول سطر في كل باراجراف اللي احنا قلناه من فوق. طب هنا بيقول لنا بقى، بيجيب لك اسئله اللي هي المقاليه دي، انا بعتبرها احلى حاجه تلم فيها درجات. ياه، ده الناس كلها بتقول انا مشكلتي السؤالين دول او الاربع اسئله اللي بيبقوا تحت في القطعه، ما بعرفش اجاوبهم. يا عبيط، شيلي الواو والشودن خلاص، وخدي من اول هنا. we shouldn't try to take control over uncontrollable ايه things. بيقولوا احنا ليه مش مفروض نحاول ان احنا، ثانيه واحده، ليه مش مفروض ان احنا نحاول ان احنا نتحكم في الحاجات التي لا يمكن التحكم بها. ليه بقى؟ تمام، حاضر. هنا بيقول because when we fall، لما بنقع we only get more stressed out and feel helpless. احنا لو وقعنا بنحس ان احنا مضغوطين اكتر وقليلين الحيلة اكتر، مش بنقدر نتحكم في الحاجة اكتر. هي دي اكيد ذاكرها فوق. انا باخد دايما الجزء ده واحاول ادور عليه فوق. فاهو بصي، شايفة لقيت الكلمة اهي، trying to take control over uncontrollable things because when we fail، لما بنفشل، since it's beyond our control، لأن الشيء ده أكتر من الكنترول بتاعنا، التحكم بتاعنا، ما نقدرش نتحكم فيه. انت يا بابا بتكلميني؟ هيبقى عندك في مشكلة أو شيء. أنا قفلت المايك، سوري معلش. and feel helpless. بصي أنا جيت أحل، فمجرد بصيت control over controllable things، خدتها وخدت وراها سطرين. تاخدي السؤال، تطلعي تدوري عليه فوق مكتوب ازاي، وتاخديه وتاخدي وراها سطرين. ده اضعف الايمان. ده انا لو مش عارفه اقرا خالص، لا مش بقى عارفه اقرا وفاهمه وكده، لا، ده لو انا في حاله مش عارفه اقرا خالص. طيب تعالي كده هنا مثلا how can we handle stress in healthy ways. ازاي ان احنا نهندل الاسترس، نحاول ان احنا يعني اقول لك ايه، نحل موضوع الاسترس او موضوع الضغط بتاعنا في طرق healthy، في طرق يعني صحية ما تضرناش. فهنا اطلع ادور على نفس الكلمة اللي موجودة في السؤال، handle stress اهي، شايفة handle stress in healthy ways is very important. ونشوف بقى ايه الهيلثي ways بتاعته. It's easy to learn the simple techniques is very important.
انه من السهل ان احنا نتعلم تقنيات معينة، وابتدى يشرح ايه التقنيات دهيت. هو قايل هنا ايه why how، يبقى through learning special techniques. زي حتى انا لو مش عايزه اخد الاجابه دي، لا انا اسهل عليا خالص ان انا اقول through learning special techniques، ان انا من خلال اني اتعلم special techniques. ده كده كانت طريقه ازاي احاول الم درجات من السمري ومن القطعه، ودول يعتبروا يعني درجات مش سهله، مش عدد قليل من الدرجات. كمان لو حفظتي السيت بوك والكلمات انت انقذتي قدر كبير من الامتحان. يعني لو قعدتي النهارده كده من هنا لحد الفجر، او نمتي ساعتين وظبطتي المنبه على الفجر وقعدتي تحفظي، انا هقفل التسجيل عشان ما يطولش الفيديو، وقعدتي